بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في فيديو جديد هناخد حرف جديد زي ما احنا متعودين يا حلوين. النهاردة هناخد حرف جديد وهو حرف الهاء. معانا النهاردة حرف الهاء يا حلوين. يبقى معانا النهاردة حرف الهاء. هاء هرم. ماشي، يلا اول حاجة زي ما احنا متعودين هنقرأ حروف الهجاء وبعد كده نتعرف على الحرف الجديد الحلو بتاعنا دوت ايه قصته. يلا يا حلوين، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بنقرأ حروف الهجاء هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا هقرأ وانتوا تقرأوا ورايا عشان اسقف لكم يا حلوين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. يلا كمان مرة. يلا كمان مرة. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه حروف الهجاء. شطار يا حلوين. يلا بينا ناخد الحرف الجديد بتاعنا اللي هو حرف الايه؟ حرف الهاء. يلا بينا نتعرف على حرف الهاء ده. كده الحرف بتاعنا النهارده معانا يا حلوين. النهارده حرف الهاء ده كده شكل حرف الهاء يا حلوين. هناخد الحركات بتاعت حرف الهاء. هاء بالفتحة وهاء بالضمة وهاء بالكسرة وهاء بالسكون. يلا يا حلوين نقرأ سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاء فتحة هاء هاء فتحة هاء هاء ضمة هو هاء ضمة هو هاء كسرة هي هاء كسرة هي هاء سكون هاء سكون. ماشي يا حلوين. هاء فتحة هاء هاء فتحة هاء هرم هدف هاتف هاء فتحة هاء هرم هدف هاتف هاء فتحة هاء هرم هدف هاتف هاء ضمه هاء ضمه. يلا يا حلوين. يلا يا حلوين شطار قولوا ورايا. هاء ضمه ظهور فهود هد 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 هد. يبقى هاء ضمه هاء ضمه هد هد هاء ضمه هد هد هاء هاء كسرة هي هلال هند هرة هي هلال هند هرة. هاء سكون زي سهم كهف سهم كهف. يلا الهاء مع الفتحة ها هرم هدف هاتف هاء ضمه هو هد هد هو ظهور هو فهود. شايفين الهاء على ضم فهود. هاء كسرة هي هلال هند هرة هاء السكون سهم كهف. يلا يا حلوين نكتب حرف الهاء. هنكتب حرف الهاء. ادي معانا القلم وادي السطر اهو. هنيجي فوق السطر وهنعمل ايه؟ نص دايرة كبيرة فوق السطر. دي نص دايرة كبيرة ايه فوق السطر. وهنيجي من هنا كده ونعمل دايرة صغيرة جواها. ماشي يا حلوين. يلا تاني. ادي نص دايرة كبيرة فوق السطر وهنعمل جواها نص دايرة صغيرة. ماشي 5 اهي دايرة صغيرة. يلا كمان مرة. ادي نص دايرة كبيرة فوق السطر. لا دي كده غلط اسفة. نص دايرة كبيرة فوق السطر وجواها ايه دايرة صغيرة. يلا كمان مرة نكتبها كمان مرة هنا. يلا حلوين. يلا ادي ايه نص دايرة كبيرة فوق السطر وجواها دايرة صغيرة وهنشد ايه شرط على السطر. يبقى تاني نص دايرة كبيرة فوق السطر وهنعمل جواها دايرة صغيرة ونشد شرطة على السطر. نص دايرة كبيرة فوق السطر وجواها ايه دايرة صغيرة. طب لو ينفع مثل لو عملتها كده كده؟ لا كده غلط. كده ايه كده غلط. ماشي يا حلوين. يلا بينا نوصل الحروف. هنا بيقول ايه نوصل الحروف. يلا بينا نوصل الحروف. تعالوا بينا نقرأ عشان برضو نفتكر. ده حرف الايه هاء هاء نون
سين سين ه ها اهو ده هاء برضه، ده هاء، يبقى معانا هاء نون سين هاء ألف. ماشي، سين هاء نون هاء ألف. يلا نوصل يا حلوين. معانا هنا ايه؟ حرف الهاء، ادي حرف الهاء نوصله حرف الهاء، وادي كمان حرف الهاء يا حلوين. ماشي، ومعانا دي حرف الألف اهو، ونوصل حرف السين بالسين وحرف النون بالنون. كده خلصنا السؤال. هناخد تاني حاجة يا حلوين، الهاء في أول الكلمة، وده كده شكل حرف الهاء في أول الكلمة. زي كلمة ايه؟ زي كلمة هدية وهرة، هدية وهرة، الهاء في أول الكلمة. الهاء في وسط الكلمة، ده شكل حرف الهاء في وسط الكلمة. طب بنكتبها ازاي؟ تعالوا اوريكم. ادي حرف الهاء في وسط الكلمة، بنعمل كده ايه؟ شرطة على السطر، وهنا دايرة صغيرة وفوق دايرة صغيرة. ماشي يا حلوين، وان شاء الله اعملها لكم برضو في فيديو. ماشي، يبقى الهاء في اول الكلمة، الهاء في اول الكلمة، ده كده شكل حرف الهاء في اول الكلمة. زي كلمة ايه؟ زي كلمة هدية وهرة، هدية وهرة. شايفين حرف الهاء اهو ملونه لكم باللون الاحمر، حرف الهاء في اول الكلمة زي كلمة هرة وهدية. معانا تاني حاجة الهاء في وسط الكلمة، ده شكل حرف الهاء في وسط الكلمة. زي كلمة ايه؟ زي كلمة سهم ولهيب، سهم ولهيب. شايفين حرف اله في وسط الكلمة عامله ازاي؟ زي الفيونكة، حرف اله في وسط الكلمة زي الفيونكة. شطار يا حلوين، هسقف لكم. يلا كمان مرة. ها، يبقى الهاء في وسط الكلمة فيونكة زي الفيونكة. تالت حاجة معانا الهاء في آخر الكلمة، ده كده معانا شكل حرف الهاء في آخر الكلمة يا حلوين. زي كلمة مياه ووجه، حرف الهاء في آخر الكلمة ليه شكلين. ماشي يا حلوين، زي كلمة زي حرف الهاء ده كده، ده كده في آخر الكلمة زي كلمة وجه. شايفين حرف الهاء يا حلوين؟ ده شكل كده حرف الايه؟ حرف الهاء. طب وحرف الهاء ده برضه ممكن يجي زي كلمة ايه؟ مياه. شايفين حرف الهاء في آخر الكلمة هنا عامل زي الخمسة بالظبط، زي الخمسة الصغيرة. وكلمة وجه. ماشي يا حلوين. اخر حاجه معانا هو سؤال بيقول لي هنا ايه؟ ضع دائره حول حرف الهاء. هسيبكم تحلوا السؤال دوت، بما ان احنا خدنا الهاء في اول الكلمه والهاء في وسط الكلمه والهاء في اخر الكلمه، فده سؤال عليه. تعالوا بينا نراجع كمان مره على ده عشان نعرف نحل السؤال ده. عايزاكم تحلوه عشان اسقف لكم. يلا يا حلوين. الهاء في اول الكلمه، ده كده شكل، قلنا ده كده شكل حرف الهاء في ايه؟ ده كده شكل حرف الهاء ايه يا حلوين؟ في اول الكلمه. ده كده شكل حرف الهاء في اول الكلمه يا حلوين. ماشي، وادي هنشد شرطه كده. طيب ودي الايد، قلنا دي الايد ايه؟ دي الايد بتاعته. ليه يا مس في اول الكلمه الايد بتاعته اهي؟ يعني بتمسك بايه؟ هنا بتمسك بعديها حرف، هنا حرف الهاء اهو برضو، ادي حرف الهاء، ادي الشرطه اهي، دي الايد بتاعته بتمسك بعديها حرف. طيب الهاء في وسط الكلمه، الهاء في وسط الكلمه فيونكه، الهاء في وسط الكلمه فيونكه. ماشي يا حلوين. ايه؟ دايره صغيره تحت ودايرة صغيرة فوق. الهاء في وسط الكلمة فيونكة، هاء دايرة صغيرة فوق ودايرة صغيرة تحت زي كلمة سهم وزي كلمة لهيب. الهاء في آخر الكلمة ليها شكلين زي كلمة مياه، دايرة صغيرة، وزي كلمة وجه. يلا بقى وقفوا الفيديو، عايزاكم توقفوا الفيديو وتحلوا السؤال ده عشان اسقف لكم. يلا يا حلوين، هقرأ لكم الكلمات. هدهد، مهندس، فواكه. يلا وقفوا الفيديو وحلوا لي السؤال دوت يا حلوين. يلا اتمنى تكونوا حليتوا السؤال. يلا بينا نحل السؤال سوا. كلمة هدهد، كلمة هدهد فيها كام حرف هاء؟ فيها حرفين يا مس. ادي حرف الهاء في اول الكلمة، وادي حرف الهاء ايه برضو هنا ايه؟ يبقى هنا معانا ايه يا حلوين؟ حرفين هاء. ماشي يا حلوين. معانا كلمة ايه؟ مهندس اهي، مهندس. حرف الهاء في وسط الكلمة فيونك، ادي حرف الهاء في وسط الكلمة فيونك. كلمة فواكه، ادي كلمة فواكه يا حلوين، ادي حرف الهاء في اخر الكلمة. يبقى معانا هنا حرف الهاء هدهد ومهندس وفواكه. حرف الهاء هنا في اول الكلمة، وهنا في وسط الكلمة، وهنا في اخر الكلمة. ماشي يا حلوين. وبكده نكون خلصنا حرف الهاء. انتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي حرف الواو باذن الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان ان شاء الله تشوفوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.